ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا دار الرضا الليلة على مسلسل فاسد مفسد يعرض عندنا في السودان، وهو مسلسل يسمى بزاندا. وهو مسلسل فيه قمة السفاهة والمحاربة للدين الإسلامي، لأن المسلسل يدعو إلى المثلية والعياذ بالله. والمثلية عندنا في الشرع هي اللواط، واللواط أعظم من فاحشة الزنا، لقول الله تعالى: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فهي الفاحشة، وقد عرفها الله سبحانه وتعالى بالألف واللام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فدل هذا على أنها بلغت في الفحش غايته، فهي أفحش وأفظع وأخطر من الزنا، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أما عن اللواط قال الفاحشة، وقال: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. حتى قال بعض السلف: لولا أن قص الله سبحانه وتعالى ما قص علينا من قوم لوط لما صدقت أن ذكرا يعلو ذكرا. فالمثلية الذكر للذكر والأنثى للأنثى إلى غيرها من، لا أقول البهيمية، لأن البهائم لا تفعل مثل هذه الأشياء، ولكن يفعلها الملايين من البشر. فالمسلسل بتاع زاندا ده يؤصل للمثلية كما ظهر في بعض مقاطعه التي نشرت وشاهدها الناس هنا وهناك. فده كل شغل العلمانيين يا اخواننا، والشيوعيين والقحاتة والمجارمة. ليه؟ لأنه أصلا الشيوعية كعقيدة ما بتسري بسرعة في المجتمع المسلم. يعني لو جو الشيوعيين وقالوا للناس لا إله والحياة مادة، الناس ما هيصدقوا، المسلمين ما بيصدقوا كلام زي ده. ولو جو قالوا للناس الدين أفيون الشعوب ودين الإسلام ما نافع ومحمد كذاب إلى آخر، المسلم العادي ما بيقبل مثل هذا الكلام. لذلك لجأ الشيوعيون والعلمانيون إلى جانب الشهوات. إذا جروا الناس للشهوات، بعد ذلك الخطوة الثانية يجروهم إلى الشبهات ثم إلى الإلحاد. زي ما عندنا في الجامعات السودانية الشيوعيين والملاحدة والمجارمة من العلمانيين خلوا الكلام عن إنكار وجود الله في العلن، بقى يرسلوا البنات ويلزوا البنات المتبرجات العاريات الكاسيات، يتكلموا في الأركان ليجمعوا حولهم الشباب. فإذا اجتمع الشباب وتأثروا بالفتاة وأعجبوا بها، بعد ذلك بياخذون لخطوة أخرى لمجالس وليالي حمراء، بعد ذلك إلى أغاني وأدبيات تدخل فيها الإلحاد ويدخل فيها الكفر، بعد ذلك يبقوا ملاحدة ويبقوا شيوعيين حمر. وده الحاصل الليلة في المسلسلات دي عشان ما يجوا أصحابه يطلعوا لنا في لايفات بين الحين والآخر يقول والله نحن مسلمين وما قصدنا نحارب الدين. انت تدعو للمثلية، ما تحارب الدين كيف؟ وهذا المقطع بتاعك موجود والعالم والدنيا كله شاهدوا. بعدين بنات سودانيات تجيبهم فكات شعرهم ولابسات بناطلين ضيقة، ده ما كان عندنا في السودان موجود إطلاقا. انتوا أردتوا بهؤلاء يا شيوعيين ويا علمانيين بهذه الأشياء إنكم تعودوا المجتمع السوداني وتعودوا الشاب والشابة السودانية على النظر كثيرا إلى مثل هذه المناظر والتبرج والفحش وسماع الفحش والدعارة. وكثرة المساس تميت الإحساس، يعني شوية شوية يعانوا وينظروا ويسمعوا، الليلة ينكروا وبكرة يسمعوا ما ينكروا، بعد شوية يسمعوا بعد شوية يسمعوا، يبقى الأمر عادي. هذا ما أراده العلمانيون والشيوعيين من هذا المسلسل، مسلسل زاندا. وأخطر ما في هذه المسلسلات زاندا والمسلسل الثاني اللي اسمه ود المك ولا ود الجاك ما أعرف، أخطر ما فيها التأصيل للشرك بالله وعبادة غير الله، زي ما جابوا مرة في المسلسل الثاني. والمسلسلين نفس الممثل ممثل هنا وممثل هنا. جابوا مرة في المسلسل الثاني تنادي غير الله وتنده يا شيخ أبقنايا ويا شيخ فلان ويا شيخ فلان من دون الله، تنادي الموتى من دون الله. وده أخطر حاجة بتأصل لها المسلسلات دي، وده شغل المجارمة من العلمانيين، لأنه الإسلام قالوا ما بيحارب إلا إذا ضربنا العقيدة والتوحيد، لأن التوحيد والعقيدة هو أساس الإسلام.
هي أساس الإسلام، فإذا تصدع الأساس وقع باقي البنيان. فهذا ما أراده العلمانيون والشيوعيون والقحاتة في بلدنا. أنا داير الناس ينتبهوا للكلام ده ويحاربوا المسلسلات دي. أول حاجة بعدم الحضور لها، 2 بالتحذير منها، لأنه لو بقينا نحضر لهم مشاهداتهم حتكبر وحتعلى بدل مسلسل و2 حيعملوا 200 مسلسل ويحاربوا الدين، وبعد شوية يشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويسبوا الدين كما فعلوا في الاعتصام. العلمانيين دول ذاتهم والقحاتة جابوا بيت، انتوا نسيتوا ولا شنو؟ جابوا بيت ركبوها فوق بالساوند بمكبر الصوت، سب الدين لربنا وسب الدين الإسلام بالميكروفون وبيت يشيلوها الرجال فوق. فده عمل الناس دي يا اخواننا، ما تحضروا لهم، لأن مشاهداتهم لو زادت بتجوب الأموال حيبقوا لمحاربة الإسلام، مشاهداتهم لو زادت حيزيدوا المسلسلات. نحن نحاربهم أول حاجة بالمقاطعة وبالهجر، ما نسمع لهم نهائي، وأي إنسان ما يفتح المسلسل ده يحضره. ده واحد. ونبهوا أبنائكم ونبهوا بناتكم يا آباء ويا أمهات ويا أولياء الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم يا أولياء الأمور مسؤولين أمام الله يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. أما دعاء غير الله اللي بيدعوه ده أكبر جريمة وأعظم ذنب، لأنه شرك بالله. ربنا سبحانه وتعالى قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إضافة إن المسلسلات دي بتنشر الدعارة، لأن نفس المسلسل المخرج بتاع المسلسل ده ذاته بتاع زاندة ده أو المؤلف بتاعه السنة اللي فاتت جاب مسلسل باسم معين والناس كلها انكروا، الحمد لله كل الناس انكروا وشتموا. جاب بنت سودانية رافعة فستانة لحد ما بدا شيء من عورتها، وموجود الصور عند الناس وموجود الفيديوهات عند الناس بتاعت المسألة دي تحديدا. إذا الناس اللي قصدهم الدين يا جماعة، قصدهم العقيدة، قصدهم التوحيد، قصدهم الأخلاق، قصدهم يدمر المجتمع. فواجب على أي مسلم عنده ذرة بتاعت إيمان إنه يحارب هؤلاء ويحذر منهم ويهجرهم تماما ويهجر الحضور لهم تماما، مشاهدة مسلسلاتهم تماما. أنا والله بلغت، اللهم فاشهد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.